غزة؟ دي فين دي؟ غزة؟ غزة؟ غزة مين؟ غزة غزة أطفال غزة، قنابل فسفورية، ما احنا من غزة يا جماعة. يعني هو يرضيك يعني ولا يرضي ربنا إن غزة تقتحم إسرائيل وفرجوا الناس علينا وقعدوا يضربوا في الناس كده في الشارع وإسرائيليين يعني ميتين في الشارع كده حرام؟ وأطفال إيه؟ مش عايزين نبقى بالسذاجة دي بقى. لا، لازم نفكر بالعقل. الرئيس الإسرائيلي شيمون بريز طلع على التلفزيون وقال إن مفيش طفل فلسطيني مستهدف. هصدق أنا عيني وأكذب شيمون بريز؟ وبيقولوا إنه فنزويلا طردت السفير الإسرائيلي من عندها. طب بالله عليك، وده مش ظلم؟ مش عنف؟ ينفع؟ يعني شفت بقى؟ وانا مالي؟ انا اصلا عندي مشاكل قد كده، انا مش ناقصه. مش لما نبقى نحل مشاكلنا نبقى نشوف مشاكل غيرنا. لا مش غزة دي في إسرائيل؟ واسرائيل يعني امريكا. انتوا بتهرجوا. امريكا؟ ها؟ امريكا؟ يا عم احنا غلابه، احنا فين وامريكا فين؟ نو واي امريكا يا جماعه، احنا ما نقدرش نقول لها بم. ده عندهم نووي ودبدبات بقى وانت فاهم، وهيجرجرونا حرب تالتة واحنا مش قدنا. مش طالبينك يا عم تحارب، طالبين بس تاخد موقف قد مصر. جيش ضد جيش حرب، لكن جيش ضد أطفال وستات إرهاب. وحياة أبوك بلاش كلمة إرهاب دي، أحسن دي الكلمة اللي بيتلككونا بيها. دي السبوة بتاعت الراجل ومش هيتخلى عنها. يعني راجل جورج دبليو بوش ده دي السبوة بتاعته، هو بيعيش بالكلام ده. فإرهابي وبتاعي، انسوا بقى القصص دي. عايزين نفتح المعبر. معبر رفح؟ ولا نوربه. تفتحوا ليه؟ نفتح احنا المعبر، يدخلوا الفلسطينية، اليهود يتلككوا يضربوا فينا، نرد ويجرجرونا في حرب تانية. احنا مالنا يا عم؟ حرب تانية ايه يا انزي انت كمان؟ احنا ماضيين معاهدة سلام. لو دخلوا مش هيخرجوا، وانت فاهم وانا فاهم. مش شرط على فكرة عشان ماضيين معاهدة سلام. أي معاهدة أنت شايف المعاهدات يعني خلاص ماشية على الصراط المستقيم. ايوه بس على كل الأقل معاهدة معرضة إنها تتفسخ ولا تتنيل. خلينا ماشيين جنب الحيط وقافلين علينا بابنا. بقول لك ايه، الباب اللي يجيلك منه الريح ما تلحسوش كله.